السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ منير. اليوم جيتكم بهذا العصير الطبيعي الرائع بدون مواد صناعية، بدون إضافات، في منتهى الروعة. الذوق تاعه هايل، وشوفوا شحال خاطر وثقيل. بقوا معايا أخواتي حتى لآخر الفيديو باش تكتشفوا المكونات وطريقة التحضير. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لتحضير العصير تاعي كما راكم تشوفوا هنا نحتاج لحبة واحدة من البرتقال متوسطة الحجم، ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة، اللي كنت خديت لو زيست نتاعها. ها هو قشور البرتقال. ودائما الاخوات ناكد لكم على النصيحه نتاع قشر البرتقال، ابدا ما توصلوش لابارتي البيضاء اللي هنايا، دائما تاخذوا غير القشر فقط. وهنايا خديت قشره نتاع ليمون، كاس من السكر، وخديت هنايا زوج حبات تاع بطاطا يكونوا متوسطين. انا راني دايه 3 لان بطاطا تاعي راهي صغيره. نتوما اذا كان البطاطا تاعكم متوسطه دو فقط زوج. ونحتاج هنايا كميه من الجزر، 4 حبات ولا 5 تاع الجزر كما راكم تشوفوا. اول حاجه راح نبدا بها اخوات اني راح نقطع الخضر نتاعي تقطيع عشوائي. ماذا بكم تقطعوها قطع شويه صغيره باش ما تديلكمش مده طويله في الطياب. والان نقشر الحبه تاع البرتقال. وحرصوا الاخوات اثناء تقشير البرتقال، حرصوا على تنظيفه جيدا من هذه المنطقه البيضاء اللي موجوده بين القشره واللب تاع البرتقال، لانها هي اللي تعطي المراره للعصير وللمربى. هذه نقطه جد مهمه، هاد لابارتي لازم تنظفوها جيدا. والان نبدا نقطع في الحبه تاعي تاع البرتقال تقطيع عشوائي. نجيب لا كاسرول اللي راح نطيب فيها العصير، فرغ فيها الخليط تاعي تاع الخضر زائد حبه البرتقال. نضيف هنايا قشر البرتقال زائد قشر الليمون زائد السكر. هنايا راني درت كاس تاع السكر، ومن بعد نشوف اذا يخصني نزيد. وندير حوالي نصف لتر من الماء. انا هنايا راني درت 2 كيسان، السعه تاع الكاس تاعي هي 250 مليلتر. ندير لا كاسرول تاعي فوق النار ونخليها حتى طيب لي الخضر. ها هو اخواتي الخضر نتاعي. الان راح نفرغ كل شيء في الميكسور. والان اخواتي راح نبدا نضيف له في الماء. راح نضيف لتر ونصف لكن على دفعات وعلى حسب طاقه الاستيعاب نتاع الميكسور تاعي. راح نضيف كميه صغيره فقط ونشوف اذا خصه السكر. انا بالنسبه ليا ضفت حوالي نصف كاس من السكر، والسكر يبقى على حسب الذوق نتاعكم. اذا شفتوا العصير تاعكم حلو مشقاش تزيدوا. راح نعاود نميكسيه للمره الثانيه باش نذوب السكر. والان نفرغه في صفاي كما راكم تشوفوا. نبدا نصفي فيه غير بشويه، وفي كل مره نضيف الماء بالتدريج باش يساعدني على العصير تاعي باش يفوت مع الصفاي. لازم العصير يكون املس خالي من الحبيبات. مرة على مرة نضيف الماء.
حتى نكمل كل كمية العصير اللي عندي. ها هو العصير نتاعي اخواتي، شوفوا شحال خاطر وبنين بزاف، منعش اقتصادي بدون مواد حافظة. وهذه الكميه عطاتني تقريبا لترين من العصير، يعني اللتر ونصف اللي ضفته نتاع الماء زائد كميه اللي كان عندي تاع مركز العصير عطاتني تقريبا لترين. دوك نتلاقوا مع العصير واجد في كؤوس التقديم. ها هو اخواتي العصير نتاعي راه واجد في كؤوس التقديم. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. عصير فعلا رائع، منعش، طبيعي، اقتصادي، يوالم لكافة الفئات، يوالم حتى للرضع، للنساء الحوامل، لكل أفراد العائلة. نتمنى ينال إعجابكم. ما تنسوش أخواتي دعم الفيديو بلايك وتعليق، ولا تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.